نيجي بقى اليوم مختلف من أيام البصخة، هو يوم التلات. يوم التلات حصل فيه أحداث، هي أحداث تعليمية، أحداث كتابية. السيد المسيح ابتدى يكلمنا ويكلم تلاميذه ويكلم الجموع عن الإيمان المسيحي، عن حاجات مختصة بالإيمان بتثبتنا احنا كمسيحيين، وهم كانوا بيحاولوا يناقشوا فيها السيد المسيح علشان يوقعوه. بس السيد المسيح كان بسلطان وبحكمة كان بيحاورهم. الصبح وهو راجع من بيت عنيا جاي على الهيكل، كان جاي مع التلاميذ، فلقى شجرة التين اللي كان لعنها يبست، وبعد ما يبست التلاميذ اتعجبوا، فحصل بينهم مناقشة في الطريق، وابتدى يكلمهم عن الإيمان المسيحي، وابتدى يكلمهم عن التعليم، وابتدى يقول لهم أمثلة. فهو ماشي في الطريق ابتدى يتجمع عنده جموع من اليهود والصديقيون والكتب والفريسيون، وابتدوا يناقشوه. فبعدها اتكلم معاه الفريسيين وحصل معاهم حوار، وقالوا له انت بأي حق ليك السلطة وتتكلم، وقعدوا يدينوا فيه ويقولوا له انت ازاي عندك كل السلطة دي. فسألهم عن معمودية يوحنا المعمدان، هو من السماء ولا من الناس؟ هم احتاروا ما عرفوش يجاوبوا. فابتدى المسيح يديهم أمثلة كتير زي الابنين والكرامين الأرضياء، وابتدى بعدها يعلمهم تعليم روحية زي المرأة والفلسين لما ادت من أعوازها، وعلشان يوقعوه في الغلط سألوه ندي الجزية لقيصر ولا ما ندهلوش، فهو قال لهم ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فبعدها سألوا الناموسيين عن الوصية العظمى، قال لهم تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدراتك. فدي كانت الوصية الأولى. الوصية التانية إن أنت تحب قريبك كنفسك، وإن المحبة هي أساس المسيحية. بعدها ابتدى يتكلموا عن تنبؤات المجيء التاني، وأول حاجة إن هي هتبقى فيه زلازل وبراكين وأوبئة، وتاني حاجة ظهور ضد المسيح، وتالت حاجة هتبقى زي إن الشمس تضلم والنجوم والقمر هيقعوا. كل ده بيعلمنا إن إحنا نستعد للأبدية. وابتدى يكلمهم عن مثل 10 وزنات وال10 عذارى الحكيمات. وبعد كل التعليم دي المسيح كان آخر مرة يخش الهيكل، وهو خارج من الهيكل قال لهم بيتكم يترك لكم خرابا. وفعلا النبوة دي اتحققت، وإن السيد المسيح بيقول لنا إن كل واحد يكون مستعد، وقت ما يجي دوره يكون مستعد. يوم التلات بنقول فيه لحن من أجمل ألحان الكنيسة، لحن بيكسفونوس أو كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. بيبقى جميل جدا، بيتقال مرتين في السنة، مرة يوم التلات ومرة في الجمعة العظيمة. وكمان يوم التلات بيتميز عن يوم الاثنين إن احنا بنزود في الساعة 11 الجزء بتاع يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح.